أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن لغة غريبة شوية، لغة مرئية. الشركات بتستخدمها عشان ترسم خريطة شغلها وأهم عملياتها. يلا بينا نفك شفرتها سوا. لما بنبص على حاجة زي دي لأول مرة ممكن نحس إنها شخبطة أو خريطة معقدة وملهاش معنى. بس الحقيقة إن دي مش مجرد رسمة، دي قصة كاملة، خريطة عمليات مفصلة بتحكي حكاية. طب إيه بقى حكاية الخريطة دي؟ ده اللي هنعرفه في آخر الشرح ده. مش بس هنعرف نقراها، لأ، ده احنا هنفهم اللغة نفسها اللي مكتوبة بيها. فخلينا نبدأ رحلتنا ونشوف إزاي ممكن نفهم القصة دي. اللغة دي اسمها BPMN، ودي اختصار ل Business Process Model and Notation. فكرتها ببساطة إنها معيار عالمي، زي لغة إشارة متفق عليها، بتخلي كل الناس في الشركة من أول مدير المشروع لحد المطور يشوفوا أي عملية بنفس الطريقة بالظبط، مفيش مجال للترجمة الغلط. أهم حاجة في الموضوع ده كله إنها بتعمل لغة مشتركة، يعني بتسد الفجوة اللي دايماً موجودة بين البيزنس والتكنيكال. بدل ما كل واحد بيتكلم في وادي، لأ، بيبقى في خريطة واحدة واضحة الكل فاهمها. وده طبعاً بيمنع أي سوء فهم وبيخلينا نعرف نطور الشغل بشكل أسرع وأسهل. طيب عشان نعرف نقرأ أي لغة لازم الأول نتعلم الحروف بتاعتها، صح؟ نفس الكلام هنا. عشان نقرأ الخريطة دي لازم نعرف الأبجدية بتاعتها، الرموز الأساسية اللي بتتبني منها أي عملية. الرموز دي متقسمة لكذا فئة بسيطة، بس أهم فئة فيهم واللي تعتبر العمود الفقري لأي خريطة هي عناصر التدفق أو الفلو elements. دي يعني هي اللي بتوصف إيه اللي بيحصل بالظبط. نبتدي بالدوائر دي اسمها events أو أحداث. فكروا فيها على إنها نقطة البداية أو النهاية، أو أي حاجة مهمة بتحصل في النص، زي مثلا تم استلام طلب جديد، ده حدث بيبدأ العملية. أو تم إرسال الفاتورة، ده حدث في نص العملية، هي اللي بتشغل الموتور أو بتوقفه. نيجي بقى للمستطيلات دي اسمها activities أو مهام. لو الأحداث هي اللي بتبدأ القصة، فالمهام دي هي الأفعال، هي الشغل اللي بيتعمل فعلا. حاجات زي جهز الطلب أو اتصل بالعميل، دي الخطوات اللي بتخلي العملية تمشي وتتحرك. أما بقى الشكل المعين ده فده مهم جدا، ده اسمه gateway أو بوابة. ودي بالظبط زي مفترق الطرق، هي النقطة اللي العملية بتقف عندها وتسأل سؤال، وبناء على الإجابة بتختار طريق من 2 أو أكتر. هي اللي بتضيف المنطق والذكاء للعملية. تمام، كده عرفنا الحروف. دلوقتي بقى خلينا نشوف إزاي الجيتويز دي بتدي روح وحياة للخريطة وبتخليها تتصرف بشكل ذكي. الجزء ده بالذات هو اللي بيخلينا نفهم العملية بعمق ونعرف نطورها. أشهر نوعين بنستخدمهم هما ال Exclusive Gateway، ودي بسيطة جدا، يا يمين يا شمال، مسار واحد بس اللي بيتنفذ. والنوع التاني هو ال Parallel Gateway، ودي بتقول اعمل كل دول مع بعض في نفس الوقت. وهنا في نصيحة ذهبية، دايماً لما تستخدم بوابة حصرية اكتب السؤال عليها واكتب الإجابات المحتملة على الأسهم اللي طالعة منها. الحركة البسيطة دي بتخلي الخريطة واضحة زي الشمس، أي حد يبص عليها يفهم القرار بيتاخد إزاي من غير أي شرح. نصيحة تانية مهمة قوي عشان الخريطة ما تتعقدش مننا، خلي فيه بوابة للتفريع وبوابة تانية خالص للتجميع، يعني واحدة تفتح المسارات وواحدة تقفلهم. لما بنحاول نستخدم نفس البوابة عشان تعمل الحاجتين، الرسمة بتبقى صعبة في القراية وممكن تغلطنا. طيب، عرفنا العملية بتمشي إزاي وبتاخد قراراتها إزاي. دلوقتي خلينا نرجع للمستطيلات تاني، للمهام نفسها، لأن مش كل المهام زي بعضها، وتحديد نوع المهمة بيفرق جدا في فهم مين اللي بيعمل الشغل ده. في مهام بيعملها البشر زي اليوزر تاسك، ودي معناها إن في شخص قاعد قدام سيستم وبيعمل حاجة، زي مثلا موظف بيدخل بيانات عميل. وفي كمان المانيوال تاسك، ودي شغل يدوي بحت ملوش دعوة بأي كمبيوتر، زي عامل بيغلف منتج في المصنع. وعلى الناحية تانية بقى في مهام بيعملها السيستم لوحده، مهام مؤتمتة زي السيرفيس تاسك، ودي لما السيستم بتاعنا يكلم سيستم تاني عشان يعمل حاجة. أو البيزنس رول تاسك، ودي بتنفذ قاعدة عمل معينة بشكل أوتوماتيكي. وهنا بقى بتظهر القوة الحقيقية للأتمتة وتوفير الوقت والمجهود. ممتاز، كده إحنا معانا كل الأدوات، عرفنا الحروف والقواعد. جه الوقت نرجع للخريطة اللي كانت شكلها غريب في الأول دي ونشوف إزاي هنقدر نقراها ونفهم القصة اللي بتحكيها. بص معايا، القصة بتبدأ من الدايرة الخضراء دي، ده الستارت ايفنت، معناه إن في طلب توظيف اتقدم. السهم بيودينا لأول مستطيل، أول مهمة فعلية، وهي التحقق من اكتمال البيانات. بسيطة اهي.
بعد كده بنوصل لمفترق الطرق الأول بتاعنا المعين ده، دي الإكسكلوسيف جيتواي اللي اتكلمنا عليها. وهنا في سؤال، هل الديانات كاملة؟ شايفين فيه سهمين طالعين، واحد مكتوب عليه لأ وده بيودينا لمهمة رفض الطلب، والتاني مكتوب عليه وده بيكمل بينا في العملية للمقابلة. طيب لو حبينا نعقدها شوية، ممكن لبعض الوظائف المهمة نستخدم بوابة متوازية. دي بتخلينا نعمل حاجتين مع بعض في نفس الوقت، نتحقق من البيانات وكمان نعمل فحص أمني، والعملية مش هتكمل خطوة لقدام إلا لما الحاجتين دول يخلص. نكمل القصة. بعد المقابلة بنوصل لبوابة قرار تانية. السؤال هنا، هل المرشح اتقبل؟ لو الإجابة نعم، بنروح لمرحلة التفاوض على العقد. لو لا، المسار بيروح لمهمة آلية بتبعت إيميل اعتذار. وفي الحالتين القصة بتنتهي عند الدايرة الحمراء دي اللي هي الأند إيفنت. وشفتوا إزاي الخريطة اللي كانت في الأول شكلها طلاسم دلوقتي بقت قصة واضحة جدا ومفهومة عن عملية التوظيف من أولها لآخرها؟ كل ده لمجرد إننا عرفنا أساسيات لغة BPMN. والنقطة الأهم اللي لازم نطلع بيها من هنا إن BPMN دي مش حاجة تكنيكال معقدة للمهندسين وبس، لأ، دي لغة تواصل، أداة بتخلي كل الناس في الشركة مهما كانت خلفيتهم يتكلموا مع بعض ويفهموا الشغل ماشي إزاي ويشاركوا كمان في تحسينه. اللغة المرئية دي بتدي قوة حقيقية للفرق عشان تشوف شغلها بعين مختلفة، تناقشه وتحسنه. وده يخلينا نسأل نفسنا سؤال مهم، يا ترى إيه أكتر عملية معقدة أو مش واضحة في شغلنا أو حتى في حياتنا ممكن لو رسمناها بخريطة زي دي تبقى أبسط وأوضح للكل؟